عليه وعلى اله واصحابه دول المؤمنين ومن اتبع هداه الصلاه والتسليم. اوباما جاب جونين، تصدق؟ ما شفت. اوباما احتفل بقميص الزمالك بعد الجون الثاني. احتفل مين وسلم على راجل صاحبه بيت في المدرج. احتفل، لا مش راجل، ده واحد من المشجعين لابس تيشيرت الزمالك. محمود علاء عمل السهم والقوس لما جاب اخر 3 نقط للاتحاد. محمود علاء جايب 7 بونت لوحده للاتحاد السكندري. بص يا حاج محمود، حاج محمود اتفضل. ذكرت 2. اكمل. لا انا بس اقول لك على حاجه. اتفضل. انا كنت اتفق في حاجتين، في حاجه واحده. انا بتكلم على دول بالذات ليه يا محمد؟ ما انا عاوز اوصل لحته ثانيه. طب اتفضل اتفضل. عاوز أوصل. وبعدين انا هقول تعليق. براحتك خالص. انا بتكلم على دول ليه؟ محمود علاء في يوم من الايام دون كان هو نجم الدفاع الزملكاوي الاول وهدافه، بل هو الهداف التاريخي لمدافعين الزمالك، واصبح الهداف التاريخي لجميع مدافعين الدوري المصري. حصل له مشكله مع بعض من الجماهير، حصل له مشكله فنيه، هبوط مستوى، ما رحمناهوش. يا جماعه ما تقتلوش عيالكم، ما ترحمش. النهارده محمود علاء رابط مستوى في الدوري، ما عندناش حد في غياب الونش يربطه. هذا واحد. اوباما حالته النفسيه كانت باينه على وشه، وزملكاوي، ولد زملكاوي زملكاوي. حالته النفسيه بانت على وشه، وسايب دقنه وحالته غريبه، وبقى نازل ما عندوش ثقه في نفسه. اول ماتش بعد 72 ساعه من وجوده في المملكه بيلعب، بيجيب جولين، وعينه تلقط تيشيرت الزمالك ويطلع عشان ده زملكاوي، ابن النادي من جوه النادي، من نسيجه. زكريا الوردي النهارده، امبارح انا شفت له 32 دقيقه فرجاني ساسي بعد ما استوى في الزمالك. الزمالك والاهلي اصبحوا مقبره للاعبين، اصبحوا مقبره للاعبين. افكركم بعمرو فهيم اللي جه ومشي، احمد سمير اللي مبدع وشايل النهارده فريق جيش على كتفه. ما بنصبرش، ده احنا كمان قعدنا بناكل عيالنا، اخر حاجه هقولها قبل ما ارجع للحديد، انا خدت 2.5 دقيقتين هيبقوا 3 دقايق بالظبط. اللي بيكتب عشان ينفس عن نفسه يفتكر ان في حد قاعد مستني كتاباته عشان يضرب بيها زميله اللي ما بيعرفش يرد. الرساله وصلت؟ وانت بتكتب وبتسلخ في النادي، في اللعيبه وفي الاداره، وبتتهم الكل وبتكيل الاتهامات للجميع، تذكر ان هناك اهلاوي متربص هياخد البوست بتاعك وهيعاقب بمحمد يحيى الكيوت اللي ما بيردش، هيعاقب بمحمود عبد الله اللي عنده مكانه مش قادر يرد بقى مع الناس، هيعاقب بيها عيال صغيرين يفقدهم عقيدتهم ويتزعزع من ثقتهم بناديهم، وفجاه تلاقيك انت بتدمر جيل صغير كامل. النهارده الاولاد بيتدمروا وبيتنمر عليهم في المدارس الابتدائي والاعدادي على يدي. الصغار الزملكاويه بيتنمر عليهم من كتابات زملكاويه. اتفضل يا حاج. والله يا حاج محمود كل الكلام اللي انت قلته وده لا خلاف عليه ولا غبار عليه، لكن انا عايز اعرف اذا ما كنتش انا اقف جنب نفسي واطلع نفسي من الكبوه اللي انا فيها، مستني مين يطلعني؟ محمود علاء من بعد مشكله نهائي القرن والزمالك قعد موسم ونص، يمكن موسمين، واقف جنبه، واقف في ظهره، واخطائه بتيجي خطا ورا خطا، ومستني على رايي. عجبني قوي تويت عملها ميدو فيما معنى الكلام، لان مش فاكر الكلام قوي، لما قال لك اما انت لاعب بتقبض الملايين دي كلها وما انتش قادر تحمل الضغوط، امال الراجل اللي بيشتغل باليوميه ولا مش عارف ايه يعمل ايه؟ انت راجل، يعني انت راجل بتاخد 15 و20 مليون في الموسم، ومش قادر يعني تتحمل ضغط السوشيال ميديا وان انت تعدي الكبوه اللي انت فيها. انا اللي هعديك؟ لا، السوشيال ميديا دعمته وكل الناس دعمت محمود علاء سنتين، وهو اللي مش قادر يقف على رجليه، وهو اللي دخل دوامه مش عارف يطلع منها، ومش احنا السبب. هو كان بيسمع لجمهور الاهلي، لان جمهور الاهلي اللي بيقعد يتكلم ويقول لك ابننا محمود علاء وابننا حوده ومش عارف ايه، هو مش قادر يطلع. مش ذنبي، ما تروح تتعالج زي مرتضى حكم. احنا عندنا كذا حد عايز يتعالج دلوقتي، طب ما تروح تتعالج. مش عيب والله، الدكاتره النفسيه اتعملت عشان كده.
الناس في اوروبا كلها بتروح للدكاتره انا النفسيه. اعرف دكتور كويس جدا الناس بعمله دعايه دلوقتي، الناس بقول اللي لك يعني يعالجك عشان اروح ترجع له عادي تختار لك عادي لون، عادي والله اروح عشان تختار لك لون عادي وتطلع اروح له عادي والله. ماشي. انا اروح لدكتور لو انا حسيت ان انا تعبان. انا قلت لك ما تعديش مع الواد ده تاني. المهم هكمل كلام، خليك في موضوعك وما انا تخرجش. هطلع اصلا من الموضوع خلاص. الموضوع ما يستحقش اكتر من كده. محمود علاء ما قدرش يقف جنب نفسه. نركن محمود كلامك علاء. مردود عليه. النادي لا خلاص انت قلت خلاص ما عادش. لا كلامك مردود النادي عليه. طلعه للاتحاد السكندري عشان يقدر يقف على رجليه وبعدين يجي لنا تاني. انا من الناس اللي ما كنتش عايز محمود علاء يطلع. انا ما كنتش عايز محمود علاء يطلع بره النادي. ده رقم واحد. رقم اتنين اوباما نفس الكلام. وانت اوباما اذا انت ما انتش قادر تقف على رجليك والمدرب خلاص جاب اخره معاه، بيلعبك من اول الماتش ما بتلعبش، ينزلك الشوط الثاني ما بتلعبش، ينزلك اخر ربع ما انتش قادر تقف على مش اوباما ما كانش قادر يقف على رجليه ومش عارفين السبب. هل بيسهر؟ هل بيروح؟ مش عارفين. ما يعرفش. هو مش قادر يقف على رجليه في الملعب. اما راح السعوديه قدر يقف ويلعب وحط النهارده هدفين. وعلى فكره العبره مش في الهدفين اللي بيجوا. انا اتمنى ان اوباما ربنا يكرمه ويعدي المحنه ويرجع للزمالك واقف على رجليه. هو ابن النادي في الاول والاخر. المهم الاستمرار وان هو بدا بمستوى كويس ينهي بنفس المستوى ويرجع لنا اوباما اللي كان طالع في الناشئين واوباما اللي كان في الاتحاد السكندري. محمد يحيى حبيبنا واخونا وحبيبنا، انت لعبت كوره يا محمد. لما بترجع من اصابه او بترجع من ماتش كنت سيء فيه، هو سؤال بس صغير كده، وانت نازل الملعب تحس ان انت فريش ولا الضغوط بتحسسك ان رجليك شايله كاس رمل؟ ايوه بالظبط. انت لو انت راجع في ماتش اصلا كنت سايق فيه، تفكيرك في الماتش ده خصوصا لو كان ماتش مهم زي نهائي القرن ده بدنك شايل همه فتره كبيره. كلام جميل قوي. حاجه تانية، لما بتجيلك الكوره بتبقى انت صافي الذهن ومقرر هتعمل ايه، ولا بتبقى خايف من الفشل قبل ما بتكون عندك ثقه في الاجابه؟ ايوه خايف ان انت ما تبقاش ترجع، عايز ترجع بسرعه، عايز ترجع ثقه الناس دي ليك، فانت بتاخد قرار 90% غلط. ويبقى في اكتر من مجموعه اديت له قرارات. سنتين وانا ما اديتلوش. يا اديت محمد محمود علاء سنتين. يا محمد وانت بتديله في تنمر عليه، مش ذنبي. وانت بتديله في تنمر عليه. اثبت. انت راجل بتاخد. انا هفكركم انت راجل مشجع ما بتاخدش ولا جنيه. هفكركم هو بس بياخد 20 مليون جنيه يصرف 5 يتعادل. هفكركم بمثالين مختلفين، فلافيو في الاهلي وايمن منصور في الزمالك. يا دي فلافيو. هنسيب الاثنين دول ونخش على اثنين تانيين، باسم مرسي في الزمالك وعماد متعب في الاهلي. باسم مرسي كان نجم في الزمالك. باسم مرسي كان نجم، كان نجم اتنجم في الزمالك. لا هو كان من انتاج الحرب نجم وهداف. هو ما يجي لك باسم مرسي كان طب ما انا جبت عمر السعيد هداف في 3 فرق. ماشي لا هو اتنجم في الزمالك وكان على مقربه انه يحطم جميع ارقام عبد الحليم علي. مين اللي عمل في كده؟ جمهور الاهلي. لا جمهور الاهلي. لا هو اللي عمل في نفسه. لا جمهور الاهلي. وسياده المستشار برضه سيبنا كمل. ما جاي يجدد معاه ولا كان جايبه بالشبشب وجايبه مش عارف ايه. سيبنا كمل كلام في الحته دي بالذات. اتفضل. سيبنا كمل كلام في الحته دي بالذات. باسم مرسي لما جمهور الاهلي بدا يحطه في حته ثانيه بعيد عن الكوره وبداوا يتنمروا عليه، كانت المحصله ان مفيش جمهور في ظهره. لا تعالى بقى افكركم بجمال عبد الحميد. لا والله جمهور الزمالك جمال عبد الحميد باسم مرسي لاخر لحظه. اتفضل. انت بتشوف كوره غير اللي احنا بنشوفها؟ لا انا شفت لا عاوز تشوف الدعم؟ شوف دعم جمهور الزمالك لحسن شحاته قدام جماهير الاهلي. بس مرسي راح. شوف دعم جمهور الزمالك لمحمود الخواجه قدام جمهور الاهلي. بس شوف دعم جمهور الزمالك لشيكابالا قدام جمهور الاهلي. محمود انا بتكلم عن حادثه واحده ماليش دعوه بكل دول. بس مرسي ما قدرش ان هو يدعم نفسه، والدليل ان هو راح كذا فرقه ما فلحش فيهم من بعد الزمالك. الوقت مش قادر يقف على رجليه. باسم مرسي مفيش لعيب في الدنيا بيقدر يربط مستوى على فريق متزعزع عن المستوى. انت جات عليك فتره مطبات بعد 2015 لما احنا غيرنا التشكيل اللي كان واخد الدوري. محمود باسم مرسي من 4-5 سنين بيحلق على الكوره ويقع، يحلق على الكوره ويقع. باسم مرسي برضه مش يا ابني هي دي اللي بتكلم فيها. بقى بره بيجيبوا اطباء نفسيين زي ما انت بتقول. بره النادي بيوفر طبيب نفسي يقعد مع اللعيبه ويجهزها. اللاعب الزملكاوي عنده طبيب نفسي مميز هو جمهور الزمالك. اللاعب الزملكاوي طبيبه النفسي هو الزمالك. اللاعب الزملكاوي اللي خلى اشرف بن شرقي قاعد بعد ما اتفق على المشي وبعد ما اتفق وكان النادي اللي رايح له يقدر يدفع له الشرط الجزائي، خايف على زعل جمهور الزمالك. جمهور الزمالك اللي خلى واحد زي فيريرا يقول انا دربت في كل بلاد اللي ممكن اسمع عنها
ما شفتش بعظمه هذا الجمهور. جمهور الزمالك هو افضل طبيب نفسي للاعيبته واجهزته الفنيه. الدور ده اصبح بالحب وبالكره، اصبح بالحب وبالكره وحذاري، لان في ميديا بتكتب كلام بيمشوا وراه الزملكاويه ويرددوه. في ميديا بتكتب الكلام، انا شفت بعيني ناس افاضل كاتبين بوستات بعد ما يقروا بوستات تانية غيروا رايهم في نفس اليوم. حذاري، شوف اللي كاتب مين. دايما لما بيجي حد يقول لي ده الحديدي اتمسك على الكوبري تحرك، اقول فين مصدرك؟ اسال على المصدر. القصه التاريخيه اسال على المصدر. الكلام الديني اسال على المصدر. اخبار الزمالك لا تستقى الا من اماكن تكون انت متاكد منها. لازم تكون متاكد من اخبار الزمالك. الزمالك النهارده بيتعرض لمؤامره تفوق كل المؤامرات السابقه على كل المستويات. اتحاد الكره بيتربص بيك، الحكم اللي مش عاوزه بيتحط له. اصبح ماتش وماتش محمد الشناوي موجود على الفار، ماتش وماتش محمد الشناوي موجود على الفار. الثلاث حكام اللي انت مخنوق منهم موجودين جوه الملعب. عندك لجنه انضباط سيب ونسيب. عندك اعلام اصبح بيتكلم على مرتضى عيانا جهارا بالتوجيه. احمد شوبير امبارح في حلقه بيتكلم عن نادي الاسماعيلي لمح على مرتضى منصور 11 مره في السبع دقايق اللي استحملت اشوفهم شوبير. 11 مره في 7 دقايق اللي استحملت اشوفهم شوبير حب في الاسماعيلي، عشان على كل كزارته بيجيب معلومه صحيحه. تمام؟ انت محمد ليا راي في موضوع باسم مرسي برضه قبل ما تقفل. اتفضل. باسم مرسي هو اللي سلم نفسه لجماهير الاهلي. هو دي حقيقه، هو اتشغل اللي بيهم سلم نفسه. اتشغل بيهم اقول لك بس ليه؟ ما لقاش السنه. لا ما اشتغلش بيهم برضه. باسم مرسي ما بقاش زي عبد الحليم علي. عبد الحليم علي كان راجل جوه الملعب يا باشا زي بره الملعب. ده كان بغير سيبك انت بقى غير لون شعره كل لون ماتش الشعر. يا يحيى، هو كل ماتش. هم لقوا المدخل بتاع باسم مرسي. هم ما عرفوش يدخلوا على عبد الحليم علي. بالظبط. ملوش مدخل. جيل عبد الحليم علي كله مختلف عليه. ايوه ملوش مدخل. لا جيل عبد انت الحليم علي، راجل ما ركزتش في الملعب. جيل عبد الحليم علي مختلف. ما كو- ثانيه واحده كده، ثانيه واحده. انت قلت كان بيعمل ايه كل ماتش؟ كل ماتش بيروح يغير لون شعره. كلام جميل قوي. يعني مرتضى منصور كان صح لما وقف امام عاشور وقال له مش هعمل باسم مرسي تاني. ايوه طبعا. مش نراكم مش قضيتنا في مش الحلقه قضيتنا. القادمه. بس مش بالطريقه دي. تصبحوا على خير.